مش عامل ايه يا رب الخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الذي يعلم القيم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس وخير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اول فيديو حل النهارده ان شاء الله الاسئله المقاليه على الدعامه والحركه كامله من كتاب جهد. انا عايز ابدا حاجه، بالله عليك بالله عليك لو انت ازهري لازم تسمع الفيديو دوت بالتفصيل الممل. اما لو انت عارف لازم برضه تسمع التفصيل الممل. ما تخلوش تعصب. انا هدي خالص اهو في بدايه الموضوع، بس بحس ان انتوا احيانا بتتكبروا وتتعالوا على بعض الاسئله، خاصه بتوع العام. يقول لك لا اصل دي اسئله مقاليه، انا الى مستواي اعلى من كده كتير. يا اسطى ما انت بتروح تتعك هناك وبتغلط كتير، وانت بتغلط كتير يا حبايب قلبي. انتوا فاهمين النقطه دي؟ ان السؤال الصعب في النظام الجديد هو عباره عن ثلاث اربع اسئله سهله معجونين في بعض. فلو انت مش عارف المعلومات الاساسيه ومش مثبتها كويس، اقسم بالله ما هتعرف تتعامل مع الاسئله الصعبه. هي الاسئله الصعبه مش بتتحل كده، بتتحل كده 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 كده. يعني سلمها يا صاحبي، نطلع السلمه من تحت ونمشيها زي ما ربنا خلقها، ومحدش يتعالى على الاسئله، وامشي بالليفل. الليفلات اللي احنا حاطينها ليفل 1 و2 و3، امشي بالليفلات صح بالله عليك. ما حدش يتكبر على الاسئله، وامشوا معايا واحده واحده. انا بص، انا بادئ من ليفل الحمار الوحشي اللي هو ما بيفهمش اي حاجه والله بجد. بعد كده بقى نطلع الليفل اعلى اعلى اعلى، هتلاقي متدرجين وهتلاقي هنا اسئله صعبه، هتلاقي اسئله محتاجه تفكير فعلا. بعد كده نحل الاسئله الاختياريه من كتاب الجواب، بعد كده كتاب الامتحان، وهكذا نعلى الليفل واحده واحده ونحل شامل كمان. فهتلاقي الدنيا ثابته ان شاء الله. تمام، فما تعصبنيش ومحدش يحط كومنتات غبيه او يبعت رسائل غبيه اللي هو يا دكتور انا بفوت الحته، ما تفوتش حاجه. اسمع حتى اسمع على سرعه 2. طيب عشان ما نطولش يلا بينا نبدا ونتدرج واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ذكرا. مش عايزين ناخد وقت خالص. السؤال الاول بيقول الدعامه المؤقته هي الدعامه الفسيولوجيه، والدعامه الدائمه هي الدعامه التركيبيه. ليه مؤقته وليه دائمه؟ لان الدعامه الفسيولوجيه بتعتمد على وجود الماء. في ميه يبقى في دعامه، الميه راحت يبقى ما فيش دعامه، يبقى راحه وجايه. زي ما قلنا الساعه 6 صباحا تمام الدعامه تبقى عاليه لان النفع قليل. بعد كده الساعه 2 ظهرا الدعامه تبقى قليله لان النفع عالي فالنبض بياخد ميه كتير. بعد كده ترجع الدعامه تاني. انما الدعامه التركيبيه ثابته دائما لا تتاثر لانها ترسيب مواد كيميائيه ما تتشالش. يترسب الكيوتين في خلايا البشره ويعمل على منع فقد الماء، فبالتالي يحافظ على الدعامه الفسيولوجيه. يترسب السيبرين في الخلايا الفيلينيه، يترسب السلوز في الخلايا الكولانشيميه والسكلارنشيميه. خد بالك ان السكلارنشيميه سلوز والجنين اضافي. من امثله المواد غير المنفذه كسل كيوتين وسيوبين والجنين. الماده الوحيده المنفذه للميه هي السليلوز. يا سلام. يتركب الجهاز الهيكلي من عظام وغضاريف ومفاصل واربطه واوتار. يا سلام يا سلام. محور الهيكل العظمي هو العمود الفقري. ليه العمود الفقري هو محور الهيكل العظمي؟ ده سؤال علل. لانه يتصل من فوق ومن النص ومن تحت. بيتصل من فوق بالجمجمه، يعني العمود الفقري متصل بالجمجمه عن طريق الفقرات العنقيه، ومتصل بالطرفين العلويان والقفص الصدري عن طريق عظام الكتف، متصل بالقفص الصدري عن طريق الضلوع، متصل بالحوض او بالطرفين السفليين عن طريق الحزام الحوضي. ايه ناقص تاني في الجسم؟ فمتصل بكل حاجه، فعشان كده هو محور الهيكل العظمي. الفقرات متوسطه الحجم ديت اللي هي الظهريه او الصدريه، بينما التي تتصل بعظام الحوض دي العجزيه هي المتصله بالحوض، بينما التي تتصل بالضلوع هي الظهريه، بينما التي اكبر حجما منها هي القطنيه هي الاكبر من ايه؟ الاكبر من الظهريه. انا اسف، متوسطه الحجم هي العنقيه هو قال كده متوسطه الحجم هي العنقيه، الظهريه اكبر منها قليلا. المتصل بالحوض هي العجزيه، اللي بتتصل بالضلوع دي الظهريه او اللي احنا ساعات بنسميها ايه؟ بنسميها الصدريه. الاكبر من الظهريه القطنيه. حلو جدا. يتكون القفص الصدري من ثلاث انواع من العظام، هي القص من ناحيه قدام والضلوع من الجانبين ومن وراء الفقرات الظهريه. الفقرات الظهريه من ناحيه ورا عددهم جميعا مع بعض 37 عظمه قص و24 ضلع و12 فقره ظهريه. الضلوع العائمه تتصل من الخلف بالجسم الفقري المطلع مستعرض بالفقرتين 11 وانا اسف الفقرتين 18 و19، ولا تتصل بعظمه القص، وهما الزوجين رقم 11 و12 المتصلين بالفقرات رقم 18 و19. قال لا طب ما كده يبقى لازم نفكر في دي تاني. الضلوع العائمه تتصل من خلف جسم الفقره ونطوها مستعرض. اي ضلع بيتصل من خلف كده، ادي جسم الفقره والحلقه الشوكيه وفي نطوه مستعرض عامل كده. كنا بنقول ان الضلع بيجي مماس لجسم الفقره ونطوها مستعرض ويتصل امام بعظمه القص، يبقى الحته دي هي تتصل من خلف جسم الفقره ونطوها المستعرض. تتصل الترقوه من الامام بعظمه القص، ومن الجانب بنتوء لوح الكتف. حلو جدا. تتصل عظام رؤوس اليد من الاعلى بيه. خد بالك ان انت لازم تقف في الوضع التشريحي عشان ما حدش يعمل كده يقول لك عظام رؤوس اليد هي من فوق. لا ده مش فوق يا ناصح، ما تعملش كده، اعملها كده. عظام رؤوس اليد تتصل من الاعلى بالقعبره. طب ومن اسفل بايه؟ براحه اليد، بعظام راحه اليد. الراحه تحت الرزغ كده غلط، كده الراحه فوق الرزغ غلط، اعدل في الوضع التشريحي. تمام. اجزاء عظام الحوض هي من الناحيه الظهريه ديت الحرقفه من الناحيه الظهريه، من الناحيه الباطنيه الاماميه قدام خالص العانه، من الناحيه الباطنيه الخلفيه الورك. يا سلام يا سلام. منطقه اتصال نصف الحوض هي الاثنين مع بعض هي منطقه الارتفاق العيني. ربط يلا. الارتفاق العيني بيتاثر بهرمون الريلاكسين الذي يفرز من ثلاث اماكن. حد فاكرهم؟ كان بيفرز من الجسم الاصفر في المبيض، وبيفرز كمان من المشيمه وكمان من بطانه الرحم. طيب تشكل الغضاريف بعض اجزاء الجسم مثل الانف والاذن والشعب الهوائيه في الرئتين. من امثله الانسجه الضامه في جسم الانسان يا نهار ابيض، عندك العظام وعندك الغضاريف وعندك الاربطه وعندك الاوتار، دي كلها نسيج ضام هيكلي. من المفاصل التي لا تسمح بالحركه الليفيه، قول له زي المفاصل بتاعت الجمجمه اللي بتتصل مع بعض النسيج الليفي عند اطرافها المسننه وبيتحول مع تقدم العمر الى نسيج عظمي. من امثله المفاصل محدود الحركه جدا جدا يبقى دي الغضروفيه قول له الغضروفيه دي زي الحاجات اللي في منتصف الجسم ما بين القص والضلوع وعند الارتفاق العيني وما بين فقرات العمود الفقري. طب محدوده الحركه ما قالش جدا، محدوده بس الكوع والركبه. يربط الرباط الجانبي. تعالى كده نفتكر الاربطه بتاعت الركبه بسرعه. كان عندنا ان هو عظمه الفخذ وكانت بتتصل بعظمه القصبه، وعظمه الشظيه ما بتتصلش بيها، كانت بتبقى تحت كده. في رباط صليبي امامي ووراه صليبي خلفي، وفي رباط وسطي ورباط جانبي. احنا بنتكلم عن ده. الرباط الجانبي بيربط الفخذ بالشظيه. هتقول لي ده طب ما الفخذ بيرتبط بالشظيه مش بيتصل اتصال مباشر؟ ماشي. يربط الرباط الجانبي بين الفخذ والشظيه، بينما يربط الوتر الاخير ما بين العضله التوأميه اللي هي عضله بطن الساق وعظمه كعب القدم. الوتر بيربط عضله بعظمه. من امثله الاسماك العظميه البوري والبلطي. وافتكر ان الاسماك العظميه الهيكل فيها داخلي، وافتكر ان التلقيح فيها تلقيح خارجي. بيلقي كل من الذكر والانثى، الذكر السمكه وانثى السمكه بانشاجهما في الماء معا. من امثله انواع الحركه في النبات لمس، نمو يقظه، انتحاء، شد في المحاليق، شد في جذور الشده، دورانيه، سيتوبلازميه. يتعاون كل من الجهاز نقط في الحركه، الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي والجهاز العصبي. لا انا عايز اقولهم بالترتيب. الجهاز العصبي بيدي الاوامر للجهاز العضلي فيحرك الجهاز الهيكلي صح. المخ بيدي امر للحبل الشوكي، والحبل الشوكي يوصل للاعصاب، والاعصاب توصل للعضلات، يبقى من الجهاز العصبي العضلي. العضله لما بتنقبض بتشد الوتر، والوتر يشد العظمه، فالعظمه تتحرك عن طريق المفصل صح كده. الوحده التركيبيه للعضلات هي لا في سؤال الاول. النبات المائي المستخدم في كشف الحركه هو نبات الايلوديا المائي، الايلوديا. واحنا لو صغرنا الخط شويه هيبقى احسن صح. طيب الوحده التركيبيه للعضلات هي الليفه العضليه، او اللي هي الخليه العضليه. ما الليفه هي الخليه العضليه. تمام. الوحده التركيبيه للجهاز العضلي هي العضله او العضلات يعني.
تمام. الوحده الوظيفيه للعضلات هي الوحده الحركيه، خد بالك من الكلام، الوحده الحركيه هي الوحده الوظيفيه، وبتتكون من 5 ل 100 ليفه عضليه، ليفه عضليه اكتب كده، زائد الليف العصبي الحركي الذي يغذيها، وطبعا بالالوان كلام شرحناها بالتفصيل في فيديو المراجعه. اصغر وحده انقباض هي القطعه العضليه. اول حاجه الثانيه الساركومير. خيوط الاكتين فقط تمثل المناطق، اكتين بس يبقى مناطق مضيئه اي، التي يتوسطها خط داكن زد، صح ولا ايه؟ تعال نفتكر كده تركيب القطعه العضليه، عايز لون اسود يعني ما اقدرش استغنى عنه. ادي خط زد وادي خط زد اهوت، والخيوط اللي باللون الاحمر الرفيعه دهيت هي خيوط الاكتين اهي، والخيوط اللي باللون الاخضر السميكه دي هي خيوط الميوسين. حلو جدا. هو كان بيسالني عن المنطقه اللي بتتكون من خيوط الاكتين فقط، قلت له اي. قال لي اي دي ايه اللي موجود في نصها هناك دوت، قلت له ده خط داكن اسمه زد. حلو جدا. بينما خيوط الاكتين والميوسين، اكتين ميوسين اكتين ميوسين، المنطقه دي تبع على بعضها اسمها المنطقه ايه الداكنه، اهي مع تمثل المناطق ايه الداكنه التي يتوسطها ايه اللي موجود في نص ايه الحته دي كده في نصها اتش، اتش اللي هي شبه مضيئه. سلام على الجمال. العضلات المخططه، المخططه هي الهيكليه والقلبيه، فاكرين قارنا ما بينهم والله، تعالى نقارن ما بينهم تاني. كان عندنا 3 انواع من العضلات، عضلات هيكليه وقلبيه وملساء. الهيكليه بتتصل بالهيكل العظمي عن طريق الاوتار، القلبيه موجوده في جدار الاذينان والبطينان، الملساء بقى موجوده في الامعاء عشان الحركه الدوديه، موجوده في الاوعيه الدمويه عشان ضغط الدم، موجوده في المثانه، موجوده في الرحم علشان الولاده. تمام. الهيكليه بتبقى مخططه اراديه، القلبيه مخططه بس لا اراديه، الملساء غير مخططه لا اراديه. فين؟ طيب والغير مخططه هي الملساء. الملساء. العضلات التي تساعد في الحفاظ على وضع الجسم هي لما كنت بقول لك في الجلوس او الوقوف محتاج عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه، الرقبه والجذع والاطراف السفليه. بينما العضلات المسؤوله عن ضخ الدم هي القلبيه، والعضله المسؤوله عن التحكم في ضغط الدم الملساء في جدران الاوعيه الدمويه. خد بالك ما بين الكلمتين واصحى الكلام، في فرق ما بين ضخ الدم وضغط الدم. ضغط الدم دي العضلات القلبيه، ضغط الدم دي العضلات الملساء الموجوده في جدران الاوعيه الدمويه اللي بتتاثر بهرمونات زي هرمون الاي اتش القابض للاوعيه الدمويه، الادرينالين، النور الادرينالين، دي كلها بترفع ضغط الدم عن طريق انقباض جدران الاوعيه الدمويه. ماشي. والعضلات المسؤوله عن حركه الدم في الاطراف السفليه هي عارف بقى رجليك، الدم ازاي بيطلع من رجليك يوصل للقلب، بيطلع ضد الجاذبيه ازاي؟ عارفين العضله التواميه مش هم جزئين؟ جزئين عشان كده اسمها تواميه، بيبقى في اوعيه في النص اسمها اورده، الاورده بقى فيه صمام، اول ما تضغط كده الدم يطلع لفوق ينزل الصمام يقفل، يعني يسمح بمرور الدم الاعلى ولا يسمح بمرور الاسفل. فالعضلات دي عضلات، العضله التواميه عضله هيكليه، يبقى العضلات المسؤوله عن حركه الدم في الاطراف السفليه هي هيكليه، وتوجد في العضله التواميه هي المسؤوله عن انها تضغط على الدم تزق لفوق. عشان كده الناس اللي هي مدرس مثلا واقف عشان رجله ما توجعوش ويحصل له دوالي نفضل نتحرك او يتحرك على طول، تمام، عشان يشغل العضله التواميه. العضله التواميه بتشتغل في المشي، فلما يمشي العضله التواميه تنقبض فتضغط على الاوعيه الدمويه فتزق الدم الاعلى. الناس شغالين الاثنين. الايون المسؤول عن تحرير الاستايكولين والكالسيوم، فاكرين طور هاي في عنبر 7، كالسيوم هاي في التفرعات النهائيه، واللي هيلمحوا هيمرجحوا. تعالى كده نشوف مكان فاضي ونراجع فيه على الجزئيه دي. طبعا ده الجزء اللي ايه الحته دي، بص على حاجه، ده التفرع النهائي اهوت، وعندنا حته اهوت اللي هي بوابات الكالسيوم، بس طبعا بتبقى مقفوله والكالسيوم واقف بره، وفي هنا الحويصلات، الكياس اللي فيها اسيتايل الحويصلات الناقله اللي فيها الناقل العصبي اسيتايل، والحته ديت اسمها الساركوليما اللي هو غشاء الليفه العضليه، والجزء ده اهو اسمه الصفيحه النهائيه الحركيه التي تتصل بالتفرع النهائي، بيبقى عليه المستقبلات بتاعت الاسيتايل وعليه بوابات الصوديوم، بس الصوديوم بيبقى واقف بره لان بره موجب وجوه سالب، احنا لسه في وضع الراحه برضه، هنا الصوديوم واقف بره موجب وجوه سالب لسه في وضع الراحه. لما دخلنا جوه لقينا خط زد اهوت اهو، وخط زد اهوت، وبعيد جدا عن بعضهم، وادي خطوط الاكتين برضه بعيده عن بعضها، والعضله مريحه خالص ومرحرحه على الاخر وفي حاله انبساط، ربنا يزيد انبساطها يا رب. وادي هنا في حاجه اسمها الشبكه البلازميه اللي بتبقى مخزنه الكالسيوم، ايونات الكالسيوم جوه. بص بقى اللي بيحصل يا محمد، فور وصول السيل العصبي، اول ما السيل العصبي بيوصل بيندفع الصوديوم من الداخل فيفتح بوابات الكالسيوم، اول ما بوابات الكالسيوم تفتح طور هايك في عنبر 7، كالسيوم هايك في التفرعات النهائيه، واللي هيلمحوا هيمرجحوا، فبالتالي تنفجر الحويصلات ويتحرر منها الاسيتايل كولين، يسبح في الفراغ يمسك في المستقبلات فالصوديوم يدخل لجوه، فلما الصوديوم يدخل لجوه يروح يحرر الكالسيوم من هنا، فالكالسيوم يروح يخلي الميوسين يطلع الروابط المستعرضه ويمسك في الاكتين، وبالتالي الروابط المستعرضه تعمل كخطاطيف تشد الاكتين باتجاه بعضه البعض، فلما الاكتين الاحمر ده يتشد لجوه الناحيه دي كده خطوط زد هتقرب، فالقطعه العضليه حجمها يصغر، والخيوط الاكتين تتقارب من بعضها البعض، اهي بقت قريبه جدا من بعضها. مين الكاريزما بقى اللي ثابته في مكانها؟ خيوط الميوسين ثابته زي ما هي، ما اتحركتش ولا طولت ولا قصرت، فبالتالي حصل عمليه الانقباض. عشان ننزل هنا يا جماعه احنا كنا محتاجين كالسيوم ومحتاجين اسيتايل كولين، صح؟ طب احنا عايزين نرجع تاني، لازما نجيب انزيم اسمه الكولين ستريز، كولين ستريز يكسر الاسيتايل كولين، فبالتالي الصوديوم يرجع بره والكالسيوم يرجع مكانه وتنفصل الروابط المستعرضه. بس خد بالك ان هي محتاجه فلوس، محتاجه اي تي في، سواء كده او كده محتاجين اي تي في، يعني تكوين الروابط المستعرضه محتاج اي تي في، وفصل الروابط المستعرضه برضه محتاج اي تي في. حلو جدا. احنا رجعنا يا اولاد الانقباض العضلي ووصلنا للسؤال 33 في اقل من ربع ساعه. هي اللي فاتت بقى الاسئله المقاليه، اتمنى ان انت تكون حاسس بيها. الايون المسؤول عن تلاشي فرق الجهد عن العضله هو الصوديوم، ما هو تلاشي فرق الجهد يعني انعكاس الشحنات، يعني دخول صوديوم لجوه اللي هو حاله اللزق الطاقه الاثاره. الايون المسؤول عن تكوين الروابط المستعرضه هو الكالسيوم، هو اللي بيخلي الميوسين يكون روابط مستعرضه تمسك في الاكتين. الحمض المسؤول عن الشد العضلي هو حمض اللاكتيك. الانزيم المسؤول عن تحطيم اسيتايل كولين الكولين ستريز. يا سلام. المنطقه التي تتاثر وتكاد تنعدم عند الانقباض تتاثر وتكاد تنعدم اتش، بينما التي لا تتاثر ثابته زي ما هي ايه، الايه ثابته، اتفقنا على الكلام ده شرحناه. قارن هاكسلي بين عضله، اكتب كده عضله في حاله انقباض واخرى في حاله انبساط. هو جاب عضله منبسطه وعضله منقبضه وقارن ما بينهم عشان يعرف التغيرات اللي حصلت عباره عن ايه. الشد العضلي الزايد عن الحد يؤدي الى تمزق ونزيف دموي. خد بالك من الكلام ده، العضله حصل فيها شد والراجل يعني اللعيب ده قال لك لا انا مش هطلع، انا لازم الجرينتا بقى والشجاعه خدته، يا ابني انت عندك شد اطلع عشان تتعالج، لا انا هكمل الماتش للاخر بالشد فيجي له شد الزايد عن الحد فيحصل التواء تمزق في العضلات ونزيف دموي، ودي مصيبه طبعا. تناقص نقط يؤدي الى الشد العضلي، تناقص الشد العضلي يبقى تناقص الاي تي بي وتناقص كمان البارافورمون، ده في الهرمونات، تناقص الكالسيوم يعني. الاي تي بي لو نقص لن تنفصل الروابط المستعرضه فتظل متصله بخيوط الاكتين فتظل العضله في حاله انقباض. يلا نطلع على السؤال اللي بعده.
اذكر عدد كل ما ياتي. عظام الجسم 206 عظمه في الشخص البالغ العادي. عضلات الجسم 620 عضله او اكثر. الفقرات 33 فقره. الفقرات العنقيه 7. عظام العمود الفقري 26 عظمه. عدد النتوءات في الفقره النموذجيه 7 اللي هم عباره عن نتوء شوكي 2 مستعرض 2 مفصلي امامي 2 مفصلي خلفي. عظام القفص الصدري 37. خد بالك لو انا قلت لك القفص الصدري وسكت يبقى 37 هتقول عظمه الفص وال 24 ضلع ولازم تقفل الممر بالفقرات الظهريه. طب لو انا قلت لك العمود الفقري والقفص الصدري هتعتبر القفص الصدري 25. الكلام الغريب ده بص يا صاحبي لما اقول لك قفص صدري عباره عن 1 قص زائد 24 ضلع زائد 12 فقره ظهريه. طيب لما اقول لك عمود فقري هتقول لي 7 فقرات عنقيه زائد 12 ظهريه زائد 5 قطنيه زائد عجزيه زائد عصاصيه عظمه يعني ملتحمه. طيب هو انا لو قلت لك اجمع لي الاثنين على بعض هتقول لي دول مجموعهم 37 ودول مجموعهم 26 وتجمع 27 26 هتقول له يا استاذ هعمل كده اقول لك مش هشتمك ان شاء الله مش هشتمك يعني. يا حبيبي انت كده عديت ال 12 فقره ظهريه عديتهم مرتين. طب ليه؟ يا اما تعدهم هنا يا اما تعدهم هنا بس هم فقرات فالاولى ان هم يتحطوا مع العمود الفقري فساعتها هضطر اشيلهم من هنا وهقول ان دول 25 بس وتجمع بقى 25 26 يبقى 51. تمام. طيب تعال نكمل. الضلوع التي تتصل بالقص دولت تتصل بالقص وسكت ما قالش مباشر ولا غير مباشر يعني ما قالش حقيقيه ولا كاذبه كله خلاص 20 ضلع اللي هم 10 ازواج. العظام التي تتصل بالقص هتفرق يعني هتفرق لان انت كده هتعد القوه كمان يبقى كده 22 اللي هم 2 قوه زائد 20 ضلع. فهمت الفكره؟ الضلوع التي تتصل بالفقره رقم 15 2. ايه ده ازاي؟ هو إيه ازاي؟ مش كل فقره بيتصل بها ضلع كده وضلع كده. ماشي. هتقول لي يا استاذ الفقره 15 متصل بيها الضلع رقمها الناقص 7 عن 8. ايوه ما هو انا ما قلتلكش رقم الضلع انا بقول لك عدد الضلوع اللي بتتصل بيها ضلعين اللي هم الزوج قول كده بقى الزوج الثامن. ماشي كلامك صح بس ده مش 8 ضلوع هم الزوج رقم 8 هم زوج. الفقرات العصاصيه 4. السلاميات 14. السلاميات في كل ايد يعني 14 و14 وفي ايديك في رجليك 14 و14 يبقى كلهم 56 على بعض يعني. الحزام الحوضي 2. حقوق فرج عنها حقوق فرج عنها. الليفات في الليفه بيبقوا من 1000 ل 2000 ليفه. الالياف العصبيه في الوحده الحركيه 1. الوحده الحركيه ليف عصبي حركي 1 ومن 5 ل 100 ليف عضليه اهو. الالياف العضليه في الوحده الحركيه دي بقى اللي بتبقى من 5 ل 100. الضلوع التي تتصل بالفقره رقم 6 0. الفقره رقم 6 ديت في الفقرات العنقيه حد عنده ضلوع في رقبته؟ لا. الحزام الصدري 4. 2 القوه زائد 2 الكتف. الطرف العلوي او السفلي اي طرف 30. رزغ اليد 8. رزغ القدم 7. اكبر عظمه في رزغ القدم كعب القدم اللي بتتصل به العضله التواميه عن طريق الوتر الاخير. اذكر نوع الحركه في كل مما يلي. القعدوره حول الزند بحركه قول له كده نصف دائريه. بين فقرات العمود الفقري حركه محدوده جدا لانه مفصل غضروفي. مفصل كل الركبه بتبقى محدوده لانه زلالي محدود الحركه. الكتف والفخذ واسعه لان ده زلالي واسع الحركه. بين عظام الجمجمه لا تسمح بالحركه لانها مفاصل ليفيه. اوراق نبات المستحيه بتتحرك حركه لمس او نوم يقظه. البازلاء ممكن تقول فيها شد في المحاريق. ابصال النرجس شد في الكرمات والابصال. بلاش بقى شد في الجذور في الابصال يعني لانه بصل ما هقول كرمات ليه شد في الجذور شد في الجذور الشاده. امعاء الفقريات دي حركه موضعيه حركه عضو بالنسبه لباقي الاعضاء وبتبقى حركه لا اراديه. سيتوبلازم الخلايا الحيه دي حركه دورانيه سيتوبلازميه. طيب تعالوا ندخل ثانيه واحده. ماشي. هو النور قاطع يا شباب عشان بس الناس اللي نسيت اقول لكم البدايه. طيب الجزء اللي بعد كده اكتب المصطلح العلمي. وسائل واجهزه تحافظ على شكل النبات وتدعمه ودقيق دي الدعامه في النبات. الدعامه في النبات بس دي اول كلمه في المنهج. وسائل واجهزه تحافظ على شكل النبات وتدعمه ودقيق. اول سؤال اول حاجه في المنهج خالص اللي هي الدعامه في النبات اللي هي عباره عن وسائل واجهزه تحافظ على شكل النبات وتدعمه ودقيق بشكل عام مالش بقى فيسيولوجيه ولا تركيبيه. تركيب خلوي مسؤول عن الدعامه الفسيولوجيه الفجوه العصاريه. تمام. الدعامه الرئيسيه للجسم محور الهيكل العظمي بتاع العمود الفقري. ثقب بيصل مخ الحبل الشوكي الثقب الكبير. الثقب الكبير. عظام تواجه تجويف البطن دي القطنيه. عظمه تحصل على الغذاء بشكل مباشر وبالانتشار. صح حلو قوي ديت عظمه القص. اصل بشكل مباشر بص عظمه القص عباره عن جزئين. هي 3 اجزاء. المهم يعني الجزء السفلي ده غضروفي مش عظام انما الجزء اللي فوق ده عظمي فدي بتحصل على الغذاء بشكل مباشر من الاوعيه الدمويه بيجي لها اوعيه دمويه بشكل مباشر. دي بقى الشحاته بتحصل على الغذاء بخاصيه الانتشار فيها جزئين يعني. عظمه ظهريه مثلثه يبقى خلاص عرفتها تتصل بالترقوه بالعضد دي لوح الكتف. تقول لي ايه ده؟ هي بتتصل بالترقوه بالعضد يا ناصح مش لوح الكتف دهيت. يبقى عندها هنا تجويف اروح بيتصل بالعضد ويبقى عندها نتوء بيتصل بالترقوه وبعد كده الترقوه بتتصل بالقص من هنا صح؟ تمام فهي بتتصل بالترقوه وبالعضد تمام. عظمه تحتوي على تجويف ويستقر فيه نتوء ده داخل العضد الزند. عظمه تحتوي على تجويف يستقر فيه راس العضد هناك اهي ديت لوح الكتف. واحده تكتب لي الارواح. هو انا سالتك عن التجويف ولا سالتك عن العظمه اللي فيها تجويف؟ يا ولا ماشي. حزم منفصله من نسيج ضم ليه في حزم منفصله ديت قالت فين في الاربطه. نسيج ضام فقير بالغذاء والاكسجين الغضاريف. نسيج ضام هيكلي طبعا. نسيج ضام يتميز بالمتانه والمرونه يبقى ديت الايه الاربطه هي اللي فيها مرونه. سائل يسهل من نظافه الغضاريف السائل الزلالي المفاصل الزلاليه. ادويه تستخدم في علاج تمزق غطاء اخيل المسكنات ومضادات الالتهاب مسكنات الالام ومضادات الالتهاب. كائنات حيه ذات هيكل خارجي يقول له المفصليات. هيكل خارجي زي الجمبري زي الاستاكوزا زي الكابوريا كريسبي من بره وجوسي يعني خشنه من بره قويه من بره وطريه من جوه. استجابه النبات لمؤثرات الضوء والرطوبه والجاذبيه ده الانتحاء. عضلات مخططه لا اراديه عن صح وغلط مين اللي جت قلبيه؟ سبحان الله ما سمي قلبا الا لانه يتقلب بين صح وغلط مخطط بس لا ارادي. عضلات عجز هاكسلي عن تسليم انقباض العضلات الملساء ما عرفش انقباض هو عارف انقباض العضلات الهيكليه اللي فيها اكتين وميوسين والقلبيه عشان برضه فيها اكتين وميوسين انما الملساء ما فيهاش اكتين وميوسين مش عارف. الخيوط المكونه من منطقه اتش الميوسين فقط اللي هي شبه مضيئه. المسافه بين كل خطين زد متتاليين دي القطعه العضليه اللي احنا بنسميها الساركومير. دخول الصوديوم متلاشي فرق الجزء العضلي الغشاء الخليه اللي احنا بنسميها حاله الاثاره او اللاستقطاب. تمام. حمض يتكون خارج العضله يبقى خليك بره انما اللي بيتكون داخل العضله عند الاجهاد دوت اللاكتيك حمض مقرف. خيوط تعمل كخطاطيف ديت الروابط المستعرضه طبعا احنا عارفين هي ليه مستعبطه لانها بتستعبط تطلب فلوس اي تي بي عند الانقباض وعند الانبساط. منطقه اتصال العصب بالعضله اللي احنا بنسميها الوصله العصبيه العضليه.
هي المنطقه اللي بيتصل فيها تفرع نهائي العصب بالصفيحه النهائيه الحركيه اللي في العضليه، دي كده اسمها الوصله العصبيه العضليه او التشابك العصبي العضلي. انزيم يتواجد في هذه المنطقه ديت، يعني انزيم بيبقى موجود اهو في الحته دي كده، انزيم الكولين استيريز. حلو جدا، انجاز عظيم في نص ساعه. الكيوتين من وسائل الدعامه التركيبيه والفسيولوجيه، هنعلل قول له كده هو لانه عباره عن ماده يحدث لها ترسيب، اذا فهو دعامه تركيبيه على خلايا البشر. كما انه يمنع فقد الماء فيحافظ على الدعامه الفسيولوجيه. انا عايز بس انبه حاجه يا دكتور، ما تكتب لنا، لو قعدنا نكتب يبقى هنخلص الفيديو دوت بعد 3 4 ساعات. انا بقول الكلام، عايز تكتبه مش عايز تكتبه احفظه وافهمه وعبر بطريقتك، ولو ان برضه الالفاظ مهمه. يبقى قول له كده لانه عباره عن ماده يحدث لها ترسيب فتعتبر دعامه تركيبيه، دي نقطه. كمل بقى الجمله دي، كما انه يمنع فقد الماء اثناء عمليه النبح فيحافظ على امتلاء الخليه فيحافظ على الدعامه الفسيولوجيه، عشان كده له دور مزدوج في النبات. وما تنساش كمان تكتب اهو زائد دعامه، انا اسف مش دعامه بقى، مناعه، زائد مناعه تركيبيه، لانه ماده شمعيه تمنع تجمع الماء فلا تتوافر البيئه الصالحه لنمو وتكاثر البكتيريا. تختلف اشكال العظام واحجامها، كله تبعا كتبناها تبعا للمكان والوظيفه. كل عظمه لها مكان معين، وظيفه معينه، فيها شكل معين، وربنا خلقها بشكل معين. العمود الفقري يساعد في حركه النص العلوي ولا يساعد في حركه النص السفلي. قول له ان النص العلوي متصل بالفقرات المتمفصله التي تساعد في الحركه، والنص السفلي متصل بالفقرات العجزيه والعصاصيه الملتحمه التي لا تساعد في الحركه. طبعا متصل بالعجزيه، العصاصيه مش متصل بحاجه، مش علاقه كده في العجزيه وخلاص. كعب القدم هو اكبر عظام رز القدم في العقوب، اسمه العقوب، رز القدم بيسمى العقوب. تمام. ليه كعب القدم؟ قول له لان الجسم يرتكز عليه عند المشي او الوقوف. تتميز الاربطه بالمرونه حتى يزداد طولها قليلا عند زياده الضغط الواقع عليها فلا تنقطع، لا تتمزق. صعوبه التئام الجروح في الغضاريف لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه ولكنها تحصل على الغذاء بالانتشار شحاته يعني من العظام القريبه. سهوله الحركه في مفصل الكتف لانه مفصل زلالي واسع الحركه، بس ما تسكتش. قول له لان التجويف الاروح رويح واسع يعني. كما انه يحتوي على، تفصله بقى يعني زلال، يحتوي على ماده غضروفيه شفافه ملساء تسهل من حركه العظام. كما انه يحتوي على سائل مصلي او زلالي يسهل من انزلاق الغضاريف. حدوث تمزق في بعض الاربطه، لازم تفتكر الكلمه دي اللي انا اكدت عليها 50 مره، بسبب التواء المفاصل او التواء العظام، بسبب التواء العظام عند المفاصل. يلتف المحلاق حول الدعامه. الله اكبر، النور به يا اولاد. الله. طيب يا شباب، السؤال رقم 9 بيقول يلتف المحلاق حول الدعامه. علم ليه المحلاق يلتف حول الدعامه؟ شرحناها طبعا لما قلنا ان احنا عندنا جنبين للمحلاق، في جانب ملامس للدعامه وجانب غير ملامس للدعامه. الاوكسينات بتكره اللمس فبتروح في الجانب الغير ملامس اكتر، فهو اللي بينمو اسرع. يبقى انت هتقول سرعه وبطء. سرعه ايه؟ سرعه نمو الجانب الغير ملامس وبطء نمو الجانب الملامس للدعامه. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك يستطيع الانسان التحكم في موضوعيه الجسم في الجلوس او الوقوف؟ قول له بسبب عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه. ثبات ضغط الدم في الاشخاص الطبيعيين عند 120 80 متر زئبق، اللي هو ضغط الدم الانقباضي او الانبساطي. قول له بسبب وجود عضلات ملساء لا اراديه في جدران الاوعيه الدمويه. العضلات الملساء هي المسؤوله عن التحكم في ضغط الدم القلبي. تسمى العضلات الهيكليه والعضلات المخططه لانها تحتوي على خيوط الاكتين والميوسين في ترتيب محكم يؤدي الى وجود مناطق مضيئه وشبه مضيئه وداكنه، فيبان كانها حته منوره مظلمه، شبه منوره مظلمه خط زد، فتبقى كانها مخططه. لقت نظريه هاكسلي الكثير من الاعتراضات لانه لم يستطع تفسير انقباض العضلات الملساء. تعتبر نظريه هاكسلي هي اصح النظريات لانقباض العضله الهيكليه. بص، لانه اكتب الجمله دي، لانه اعتمد على التفسير الدقيق والفحص الدقيق والمقارنه بين عضله ليف عضليه في حاله انقباض واخرى في حاله انبساط. هي دي الاجابه، لانه يعني الموضوع مش اللي هو قال كده وخلاص نظريه، لا، لانه هو شاهد يعني الشكل الدقيق لعضله منقبضه واخرى منبسطه. تمام. 15 تلعب بيانات الكالسيوم دورا مزدوجا. نقول له كده اهو كلمتين: تحرير، تكوين، لانها تعمل على تحرير الاسيتايل كولين من التفرعات النهائيه وتكوين الروابط المستعرضه التي تمتد من خيوط الميوسين الى خيوط الاكتين وتعمل كخطاطيف. تلعب جزيئات الاي تي بي دورا مزدوجا. قول له لانها ضروريه في تحريك الروابط المستعرضه وفصل الروابط المستعرضه، تحريك الروابط المستعرضه عند الانقباض وفصل الروابط المستعرضه عند الانبساط. الحركه او الوحده دي، معلش، الوحده الحركيه هي الوحده الوظيفيه لانقباض العضله. جمله كتاب المدرسه برضه اكتبها: لان انقباض العضله ما هو الا محصله انقباض الوحدات الحركيه المكونه لها. يعني لو احنا عندنا عضله، عشان العضله دي تنقبض كامله وهي بتتكون من 10 وحدات حركيه، لو انقبضت وحده حركيه واحده تبقى عامله كده، طب 2 3 4 10، فاهمني؟ فانقباض العضله بشكل كامل ما هو الا محصله انقباض الوحدات الحركيه المكونه لها. حدوث الشد العضلي عند وجود خلل في المخ. قول له بسبب وصول سيالات عصبيه خاطئه من المخ والحبل الشوكي للعضلات، فواحد يبقى عنده تشنجات فجاه تلاقيه بيجي له تشنجات تؤدي الى شد عضلي. عدد الالياف العضليه اكبر من عدد الالياف العصبي. قول له لان كل ليف عصبي يغذي من 5 ل 100 ليف عضلي. يقول لك عدد الطلاب اكثر من عدد المدرسين، ما طبيعي لان كل مدرس بيدرس من 5 طلاب مجموعه خاصه الى 100 طالب. تمام. تناقص عنصر الفوسفات داخل العضلات قد يؤدي الى حدوث شد العضلي. هو يقصد ايه؟ يقصد الاي تي بي، يقصد الاي تي بي، لان تناقص انه الاي تي بي ادينوزين ثلاثي الفوسفات، لان تناقص الفوسفات يؤدي الى تناقص الاي تي بي فلا تنفصل الروابط المستعرضه فتظل العضله في حاله انقباض شد عضلي. ماذا يحدث؟ وضع ثمار منكمشه في الماء تمتص الماء بخاصيه الفموزيه وتكتسب دعامه فسيولوجيه ببساطه. فقد النبات المادتين السلوز والليجنين. ده سؤال تجميعي. قول له كده: يفقد يفقد الدعامه التركيبيه، وكمان يفقد المناعه التركيبيه وتدخل الميكروبات بسهوله. اختفاء التجويف الاروح، عدم تكوين مفصل الكتف فلا نستطيع تحريك الطرف العلوي. التحام فقرات العمود الفقري، عدم قدره الانسان على تحريك الراس والنصف العلوي من الجسم، واحنا كنا بنحركهم عشان الفقرات اللي فوق متمفصله، فكده انت مش هتقدر تحركهم بقى، راسك هتبقى عامله كده، مش هتعرف تتحرك. عدم القدره على تحريك الراس والنصف العلوي من الجسم. 5 تقلص العضله التنميه بشكل مفاجئ، تمزق وتر اخيل. غياب الاستايل كولين من النهايه العصبيه، شلل، مش شد بقى، شلل في العضله، عدم انقباض العضله. ما فيش استايل كولين، هنعمل حاله لاستيك. طب ازاي؟ توقف الحركه الدورانيه السيتوبلازميه، تتوقف العمليات الحيويه وبالتالي تتوقف العمليات الحيويه فيحدث فتموت الخليه. تعاقب الليل والنهار على نبات المستحيل. قول له الليل يؤدي الى حدوث حركه النوم والنهار يؤدي الى حدوث حركه اليقظه. غياب الكولينستريز من نقاط التشابك العصبي العضلي. لو ما فيش كولينستريز ستظل العضله في حاله انقباض. قول له كده: عدم تحطيم الاسيتايل كولين وبالتالي تظل العضله في حاله انقباض فيما يعرف بالشد العضلي. من اسباب الشد العضلي عدم تكسير الكولينستريز، عدم تكسير الاسيتايل كولين يعني غياب الكولينستريز. غياب الكالسيوم من داخل وخارج العضله. لو ما فيش كالسيوم خارج العضله، قول له كده: غياب الكالسيوم من خارج العضله يبقى عدم تحرير الاسيتايل كولين. طب غياب الكالسيوم من داخل العضله عدم تكوين الروابط المستعرضه، وفي كلتا الحالتين عدم انقباض العضله. ايه يا استاذ الاسئله دي احنا ما بدناش، كنا بنحلها ولسه والله في الاسئله المقاليه، لو انت كنت بتفوتها احسن.
لو ما كنتش بتفوتها وحاسس ان الاسئله دي مش مشكله، عندنا ايه بنستعيد الافكار مع بعض. هي الافكار موجوده عندك يعني انت عارف المعلومه، ولكن هي تصاغ في سؤال وتقدر تستحضر المعلومه دي، هي دي فكره الاسئله المقاليه. نقص الاكسجين الذي يصل للعضله هتقول له كده حدوث تنفس لا هوائي مما يؤدي الى تراكم حمض اللاكتيك وتناقص الاي تي بي. تراكم حمض اللاكتيك يعمل اجهاد عضلي، وتناقص الاي تي بي يعمل شد عضلي. وصول الاسيتيل كولين على سطح العضله يتصل بالمستقبلات على سطح العضله فتؤدي الى دخول الصوديوم فيحدث انقباض في العضله بسبب حاله الاستقبال. حدوث شد عضلي زائد عن الحد، شد زياده كلمتين، تمزق ونزيف دموي. غياب مجموعه الفوسفات من العضله، تناقص الاي تي بي مما يؤدي الى شد عضلي. غياب السائل المصلي من مفصل الركبه، هيحصل خشونه في مفصل الركبه واحتكاك في الغضاريف مما قد يؤدي الى تاكل الغضاريف. ثاني، مش السائل المصلي كان بيمنع احتكاك الغضاريف، طب كده هتحتك وبالتالي ممكن تتاكل، ولو الغضاريف حصل فيها تاكل ده يعمل خشونه في الركبه. غياب الغضاريف من العمود الفقري، يا نهار ابيض، يحتك الفقرات ببعضها وتصعب الحركه جدا. تمام. اذكر مكان وظيفه كل من الكيوتين موجود على خلايا البشره الخارجيه، يمنع فقد الماء اثناء عمليه النتح، وكمان يمنع تجمع الماء، فلا تتوافر البيئه الصالحه لنمو وتكاثر البكتيريا، يعني مناعه ودعامه. السلوز والليجنين، السلوز موجود في الخلايا الكولانشيميه بالتحديد، يعني الليجنين موجود في الايه، في السكلرانشيميه كمان. دوت ماده منفذه للماء وتكسب النبات المرونه. الليجنين ماده غير منفذه للماء وتكسب النبات الصلابه. التجويف الارواح موجود عند الطرف الخارجي المدبب لعظمه لوح الكتف، بيستقر في راس عظمه العضد مكونه من مفصل الكتف زلالي واسع الحركه. الثقب الكبير يوجد في اسفل الجمجمه، يتصل من خلاله المخ بالحبل الشوكي. القناه العصبيه موجوده في الفقره العظميه ويمر من خلال الحبل الشوكي، تقوم بحمايه الحبل الشوكي. النتوء المستعرض بيتصل به الضلوع في الفقرات الظهريه. الضلوع تقوم بحمايه القلب والرئتين وتساعد اثناء عمليه التنفس في الشهيق والزفير. التجويف الحقي يوجد عند موضع اتصال الحرقفه والورك والعينه معا، ووظيفته يستقر في راس عظمه الفخذ مكونه من مفصل الفخذ زلالي واسع الحركه. الغضاريف توجد عند اطراف العظام بين الفقرات في الانف والاذن والشعب الهويه في الرئتين، وظيفتها عند اطراف العظام تمنع احتكاك العظام وتمنع تاكلها. وضع اخير بيربط العضله التواميه بعظمه كعب القدم، ووظيفته يساعد في حركه كعب القدم اثناء المشي او الجري. السائل الزلالي او المصلي يسهل من انزلاق الغضاريف. المحاليق تؤدي الى نمو الساق راسيا في النباتات المتسلقه زي البازلاء. الجذور الشاده بالذال وليست بالزاي. الجذور الشاده تعمل على شد الكرمه او البصله لتصل الى بعد مناسب من سطح التربه لتامين الاجزاء الهوائيه ضد الرياح والوصول الى الغذاء. الكولين ستيز يقوم بتحطيم الاستايل كولين للعوده الى حاله الانبساط. الاستايل كولين يمسك في المستقبلات ويؤدي الى حاله الاستقطاب عن طريق دخول الصوديوم فتنقبض العضله. الروابط المستعرضه تمتد من خيوط الميوسين الى خيوط الاكتين وتقوم وتعمل كخطاطيف حتى تنقبض العضله. خيوط الميوسين تنشا منها الروابط المستعرضه. الرباط الصليبي الامامي يصل عظمه الفخذ بعظمه القصبه لتثبيت مفصل الركبه عند الحركه. المفاصل الغضروفيه تعمل على حركه محدوده جدا. اسئله متنوعه. اهميه الجهاز الهيكلي بشكل عام 4 اهميات: تدعيم وحركه وحمايه وشكل مميز. اهميه الجهاز الهيكلي في عمليه الحركه، بيعمل على تدعيم الجسم ومكان مناسب لاتصال العضلات، وكمان بيبقى متمفصل بما يتيح الحركه. فاكرين لما كنا بنقول عندنا 3 اجهزه بيساعدوا بعض في الحركه: الجهاز الهيكلي والعصبي والعضلي. العصبي الاول بيعطي الاوامر في سلسله عصبيه والانقباض والانبساط. العضلي بينقبض او بينبسط. الهيكلي بقى بيعمل ايه؟ دور الجهاز الهيكلي بيدعم تدعيم ومكان مناسب لاتصال العضلات عن طريق الاوتار طبعا، وكمان متمفصل بما يتيح الحركه. اهميه العضلات: رقم 1 الحركه الموضعيه، زي ان انا اكتب لك دلوقتي على التابلت او ان انا اتكلم. رقم 2 الحركه الانتقاليه، الانتقال من مكان لاخر. رقم 3 الحفاظ على. ورقم 4 الحفاظ على وضع الجسم في الجلوس او الوقوف، والحفاظ على ضغط الدم. وضع الجسم محتاج عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه. ضغط الدم محتاج العضلات الملساء اللا اراديه في جدران الاوعيه الدمويه. تمام. اسباب واعراض وعلاج تمزق الوتر الاخير، الكلام ده سهل. اهميه القفص الصدري حمايه القلب والرئتين ويساعد اثناء عمليه التنفس. اهميه الدعامه التركيبيه بتعطي النبات المرونه وحمايه الانسجه الداخليه، وكمان حاجه زي الكيوتين والسيولين بتمنع فقد الماء، وبرضه بتساعد النبات ان هو الصلابه والمرونه ديت عشان تحمل الحاجات الخارجيه زي الرياح مثلا. دور الجهاز العصبي في الحركه يعطي الاوامر في صوره سيارات عصبيه. اهميه حركه الشد في المحاليق والجذور الشده لسه قايلينها من شويه. شروط الحركه وحفظ التوازن قلناها. اول حاجه هيكل دعامي صلب تتصل به العضلات، ان يبقى فيه هيكل دعامي صلب وتتصل به العضلات ويبقى متمفصل بما يتيح الحركه. عظمه تتصل بتجويف من اعلى وتجويف من اسفل، تذكرها واماكن التجويف والمفاصل المتكونه وانواعها ونوع الحركه. طيب احنا عندنا 3 تجويف: في تجويف اروح عند الطرف الخارجي للايه، للوح الكتف، وفي تجويف ده الاروح، وفي تجويف الحقي ده تحت عند الايه، عند الحوض، وفي تجويف عند الزند عند الطرف العلوي للزند. لو انت ركزت كده على العضد هتلاقي تتصل بتجويف من اعلى اللي هو تجويف الاروح، وتجويف من اسفل اللي هو تجويف بتاع الايه، عظمه الزند. يبقى العظمه هي العضد. تمام. اذكر اماكن التجويف: التجويف الاروح عند الطرف الخارجي المدبب لوح الكتف، والتجويف اللي تحت ده بتاع الطرف اللي هو الطرف العلوي للزند. المفاصل المتكونه هنا الكتف زلالي واسع الحركه، وهنا الكوع زلالي محدود الحركه. مسائل حركيه: عضله تحتوي على 5 حزم عضليه، كل حزمه تحتوي على 10 الياف. ماشي. عدد الالياف 5 في 10 ب 50. يعني ايه الفكره؟ 5 حزم، كل حزمه فيها 10، 5 في 10 50 ليف. 50 ليف عضليه. ب اقل عدد من الويفات في العضله. ما احنا عارفين ان كل ليفه من 50 دول فيها من 1000 ل 2000، فبيقول لك اقل عدد يبقى نعتبرهم 1000، يبقى 50000. اكبر عدد من الويفات 50 في 2000 ب 100000. 100000 الويفه. متوسط الويفات من 1000 ل 2000 يبقى 1000 ونص، يبقى 50 في 1000 ونص ب 75000. فهمت الفكره؟ ماشي. العضله تتكون من حزم، والحزمه تتكون من الياف، والالياف فيها من 1000 ل 2000. دي الفكره اللي احنا حلنا بيها. طيب ليفه عضليه تحتوي على 5 قطع عضليه، دي يا جماعه مش ليفه، دي ليفه. ليفه عضليه تحتوي على 5 قطع عضليه، 5 سبكوميل. احسب الاي والاتش والزد الكلام. بص يا عم الحاج، احنا عارفين ان القطع العضليه اللي هي سبكوميل بتساوي الاتش بتساوي ايه، فبالتالي دي طالما فيها 5 يبقى دي 5 ودي 5. الزد بتبقى ازيد بواحد، يعني عدد القطع العضليه اللي هو 5 زائد 1 بقى الزد ب 6. الاي الكامله والنصف كامله، الاي الكليه كلها بتبقى زي الزد بتبقى ب 6. النص كامله بيبقوا 2 يبقى الكامله ب 4. الكلام غريب. تعال نعد، ما هي رسمه قدامك اهي. عد خطوط زد ادي 1 2 3 4 5 6 فعلا 6. تمام. عد كده الاي الكامله دي اي كامله على الناحيتين 2 3 4 فعلا الاي كامله ب 4. الغير كامله اهي دي نص اي ودي نص اي،
الاتش اهي اتش الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، ال هي دي واحده الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. موضوع سهل. عضله تحتوي على 1000 ليفه عضليه. احسب اكبر عدد من الوحدات الحركيه. طب دي نحسبها ازاي؟ بص يا صاحبي، الوحده الحركيه بقى فيها من 5 ل 100، 5 ل 100 ليفه. طب احنا عايزين اكبر عدد نقسم على 5. تمام، فيقول لك 1000، ال 1000 دول هقسمهم خمسات يطلع لي ب 200 وحده حركيه. وحدات حركيه كتير بس صغننين، كل واحده فيها 5 5 5. طب لو انا عايز اقل عدد ممكن من الوحدات الحركيه، لا يبقى اقسم على 100. 1000 على 100 يديني 10 وحدات حركيه. تمام. اذا كانت تحتوي على 20 ليف عصبي حركي، نفس العضله، يبقى انا دلوقتي عندي اثنين معطيات، 1000 ليفه و20 ليف عصبي حركي. 20 ليف عدد الوحدات الحركيه ب 20. بص، كل ليفه كل وحده حركيه بيبقى فيها ليف عصبي حركي. فلو انا عندي 20 ليف عصبي حركي يبقى عندي كام وحده حركيه؟ 20. بقول لك انا عندي 20 مدرس، يبقى في كام فصل؟ 20 فصل، كل مدرس في فصل. طيب عدد الالياف العضليه في كل وحده. باشا، هم مش الالياف العضليه كلها 1000 وانت عندك 20 وحده؟ 1000 على 20 فيها 50 ليفه عضليه لكل وحده. وينفع يا ابني، ما هم من 5 ل 100. 50 ايه المشكله؟ بتقع من 5 ل 100. عدد نقاط التشابك العصبي العضلي. بص كده، فاكرين الجمله اللي كنا بنقول كل ليفه عليها صفيحه جاي لها تفرع عامل وصله؟ فانت عندك 1000 ليفه يبقى 1000 صفيحه ب 1000 تفرع ب 1000 وصله، يبقى عدد نقاط التشابك العصبي العضلي الوصلات يعني ب 1000. الاسئله مقاليه يعني فوق ما كانش مقالي، بس دي يعني ايه، صوره بنعلق عليها، مش عايزين ناخد وقت، هيا بينا ننجز. ماذا يمثل هذا الشكل العمود الفقري؟ وظيفته دعامه رئيسيه للجسم، حمايه الحبل الشوكي، يساعد في حركه الراس والنص والعلوي من الجسم. البيانات من 1 ل 5 عنقيه ظهريه قطنيه عجزيه وصوصيه. عدد الفقرات 17 5 5 4. عدد العظام 17 5 1 1. اي مناطق تحتوي على اكبر الفقرات حجما؟ القطنيه رقم 3 واصغرها 5 العصوصيه. مين اللي بتتصل بعظام الجمجمه؟ رقم 1 العنقيه. يتصل بعظام الحوض 4 العجزيه. ما نوع المفاصل التي توجد بين الفقرات وبعضها ما بين اجسام الفقرات؟ مفاصل غضروفيه. ما بين النتوءات بصراحه، النتوء المفصل الامامي والخلفي والكلام ده بتبقى مفاصل زلاليه عادي. طيب الشكل ده الفقره النموذجيه، يقولوا كده الفقره النموذجيه. البيانات من 1 ل 6. رقم 1 جسم الفقره، 2 نتوء مستعرض، نتوء شوكي، نتوء مفصلي خلفي، نتوء مفصلي امامي. هو هنا مشاور على جوه، يبقى دي قناه عصبيه. عارف لو كان مشاور هنا كده تقول له حلقه شوكيه. يعتبر هذا الجزء جزء من الهيكل المحوري طبعا. ما اهميه الجزء رقم 6؟ حمايه الحبل الشوكي والقناه العصبيه. رقم 1 ده الجزء الامامي او اللي احنا بنسميه الوجهي او الجبهي. رقم 4 ده الجزء المخي، دول 14 عظمه ودول 8 عظام. هنا دي اسنان ودوت فك سفلي، طبعا كل الكلام ده قلناه. بيانات مما يتكون الجزء رقم 4 من 8 عظام تتصل عند اطرافها المسنده بمفاصل ليفيه تتحول مع تقدم العمر الى نسيج عظمي. ما اسم الثقب الكبير؟ يتصل من خلال المخ بالحبل الشوكي. نوع المفاصل مفاصل ليفيه. يلا الشكل دوت جزء من القفص الصدري وجزء من العمود الفقري وحزام صدري، يعني جزء من الهيكل العظمي خلاص. رقم 1 دي القوه. رقم 2 مشاور على لوح الكتف. رقم 3 مشاور على القص. رقم 4 مشاور على الضلوع. ورقم 5 مشاور على الضلوع الايه العائمه. ما نوع الفقرات التي تتصل بالتركيب 4؟ 4 دي فقرات ظهريه، الضلوع بتتصل بالفقرات الظهريه والصدريه. حدد رقم اول فقره تتصل بالتركيب رقم 5. 5 دي الضلوع العائمه اللي هم 11 وال 12 المتصلين بالفقرتين 18 و19. هو عايز دي بقى، رقم اول فقره تتصل بالضلوع العائمه اللي هي 18. لماذا يتحرك التركيب 4 للامام والجانبين عند الشهيق؟ اللي هي الضلوع تتحرك للامام والجانبين عند الشهيق لتزيد من اتساع التجويف الصدري لدخول الهواء. تمام. فيها شكل مقابل، بيانات من 1 ل 10، يلا على طول. فين رقم 1؟ رقم 1 مشاور على لوح الكتف، 10 مشاور على التجويف الاروح، 9 العضد، 2 و3 هعرفهم ازاي؟ سهله سهله بالراحه. ده صبع الكبير يبقى دي عظمه القعبره، ده الصبع الصغير يبقى دي عظمه الزند. 4 اللي هم 2 و3 مع بعض، زند وقعبره، ده الساعد. رسغ راحه سلاميات كلهم على بعض اسمهم اليد، رسغ راحه سلاميات. ماشي. ما الدور الذي يقوم به التركيب رقم 10 التجويف الاروح؟ يستقر في راس عظمه العضد مكونه من مفصل الكتف. ما نوع الحركه التي تتحركها 3؟ القعبره بتتحرك حركه نصف دائريه حول الزند الثابت. اي العظمتين 1 ام 9 ايه يوجد بها التجويف الاروح؟ واحد التجويف الاروح موجود في عظمه لوح الكتف. ما اسم نوع حركه المفاصل الموجوده بين كل المات؟ رقم 1 و9 لوح الكتف والعضد مفصل زلالي واسع الحركه، الكتف زلالي واسع. طيب 9 ورقم 4، 9 و4 اللي هي العضد والزند او الساعد يعني عموما، العضد والزند والقعبره دوت مفصل الكوع زلالي محدود الحركه. يلا السؤال اللي بعده. دي 3 عظام، طب ما ديت العضد ده مفصل الكوع، ودهيت رقم دي الزند، بس هو مشاور على ايه؟ مشاور على رقم 1 ده رباط، غير اللون. رقم 1 ده رباط لانه بيربط عظمه بعظمه. رقم 3 مشاور على الغضاريف اللي بتكسو اطراف العظام اللي هي اللون الاحمر دي. رقم 2 مش عارف 2 مشاور على ايه بصراحه، مشاور على السائل الزلالي اللي جوه ده، ماشي السائل الزلالي. تناقص كميه الماء، ايوه صح، تناقص كميه الماده رقم 2 اللي هو الزلال يؤدي الى خشونه المفصل وصعوبه الحركه والم كمان وتاكل الغضاريف. غياب التركيب رقم 3 الغضاريف تحتك العظام ببعضها مما يؤدي برضه خشونه وصعوبه الحركه. قطع التركيب رقم 1 اللي هو الرباط، لما بيحصل قطع في الرباط بيحصل انعدام ثبات في المفصل وعدم القدره على الحركه. يلا بيانات. رقم 1 ده حزام حوضي. رقم 2 عظمه الفخذ. 3 ردفه. 4 لنادي الشظيه. و5 القصبه، الاثنين مع بعض بنسميهم ايه؟ بنسميهم الساق. 7 رسغ مشط سلاميات كلهم على بعض بنسميهم القدم. ما اسم المفصل الموجود عند رقم 3؟ في رقم 3 اللي هنا ده مفصل الركبه، نوعه زلالي محدود الحركه. اكبر عظام التركيب 7 رسغ القدم، كعب القدم هي اكبر عظمه. مع عدد عظام التركيب 7 و9 9 سلاميات 14. ما اسم الرباط الموجود خلف التركيب رقم 3؟ الرباط الصليبي الامامي ورابع الخلفي، بس اللي ورا الرصف على طول الامامي. ما اسم الوتر الذي يتصل به 7 اللي بيتصل بكعب القدم هو وتر اخيل. يلا بيانات. رقم 1 دي الحرقفه. رقم 2 مشاور على ايه؟ على عجزيه. رقم 3 ده التجويف الحقي. رقم 4 مشاور على الوسوسيه. رقم 5 ده الورك. رقم 6 العينه. لا استنى، 6 الارتفاق العيني. ورقم 7 دي العينه. ما العظمه التي تستقر في التركيب رقم 3 اللي هو التجويف الحقي؟ العضد الفخذ، راس عظمه الفخذ. كم عدد العظام في الشخص البالغ وفي الطفل؟ الشكل دوت فيه 4 عظام، ايه ده يا استاذ؟ هو الحزام الحوضي 2 وادي العجزيه بعضمه والوسوسيه بعضمه، هتقول العجزيه 5 5 في عينك يا ولد، بيسالك عن العظام مش الفقرات، العجزيه ملتحمه والوسوسيه ملتحمه، يبقى هم 4 في الشخص البالغ. في الطفل ال 15. ازاي هفهم؟ الحرقوفه والورك والعينه مفصولين عن بعض، والحرقوفه والورك والعينه مفصولين عن بعض يبقى 6.
ما هو حديث الولاده كل حاجه مفكوكه، سداح مداح كل شيء مباح. كذلك برضه العجزيه والعصاصيه هتعتبرهم 5 و4 مفكوكين بعض برضه عن بعض، يعني 5 و4 9 3 و3 6 6 و9 15. اذكر الهرمونات التي تؤثر على العظام الموجوده في الشكل. قول له رقم واحد، انا عارف لا يجي في بالك الريلاكسين، صح يا عم مفيش مشكله. قول له رقم 2 الجي اتش هرمون النمو، مش بيعمل على النمو العظام والعضلات. رقم 3 و4 الهرمونات بتاعت الكالسيوم، اقولها ولا هتقولها؟ الكالسيتونين والباراثورمون عشان ياثروا على الكالسيوم. السؤال اللي بعده، ماشي سؤال سهل ان شاء الله. هنا بيتكلم عن الفقرات، ديت فقره وديت عباره عن غضروف، وده نوع مفصل غضروفي الحركه فيه بتبقى محدوده مالها جدا، لازم تقول كده. دي جمجمه ودي مفاصل ليفيه بتبقى لا تسمح بالحركه. ده مفصل الكوع وده مفصل زلالي بس ماله محدود الحركه. ماشي. بيانات من 1 ل 3. رقم 3 ده الجزء المخي في الجمجمه. ماشي. حدد نوع المفصل الموجود قلناه، نوع الحركه قلناها، اي يحتوي على سائل مصري دوت الوسي فقط. بيانات الشكل دوت الاربطه في مفصل الركبه. البيانات رقم 1 وبص 1 و4 مش عارف هو مين قدام مين ورا، بس اظن 4 ده اللي قدام اللي هو الصليب الامامي، وواحد ده الصليب الخلفي. 2 ده الرباط الوسطي اللي بيربط الفخذ بالقصبه. 3 ده الجانبي اللي بيربط الفخذ بالشظيه. وظيفه هذه التراكيب ربط العظام بعضها عند المفاصل وتحديد مدى الحركه. متى يحدث تمزق لهذه التراكيب؟ عند حدوث الالتواء في المفصل. 11. يلا بينا. رقم 1 دي فقره عظميه، ورقم 2 ده غضروف. فين رقم 3؟ 3 هي الدم الشوكي بتاع الفقره، ورقم 4 ده النتوئين المفصلين الاماميين باصين لفوق العلويين، ورقم 5 ده وتر اخيل ودي العضله التواميه وده كعب القدم. ماشي. اذكر نوع المفاصل الموجوده بالشكل ب. الشكل ب العمود الفقري بتاع مفاصل غضروفيه. الشكل ب دور في حمايه تركيب هامه اللي هو حمايه الحبل الشوكي الذي يمر خلال القناه العصبيه، فهو ماشي في القناه العصبيه، ده الحبل الشوكي ودي الاعصاب، ده عصب منهم رايح يغذي العضله التواميه. يختلف التركيب واحد في الشكل طبعا لمنطقه وجوده، ووضح ذلك اللي هي الفقره. طبعا يعني في العنقيه بيبقى 3 اشكال، الاولى هي شكل اطلس، والثانيه محور، والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه ليهم شكل مع بعض. اكتب ما تدل عليه الارقام 1 و2 قلناه. يختلف التركيب واحد طبعا قلناها دي برضه. كنا بنقول بقى ان العنقيه فيها الشكل الاول اسمها اطلس، الثاني اسمها محور، والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه شبه بعض، الظهريه شبه بعض، القطنيه العجزيه العصاصيه، في 7 اشكال لفقرات العمود الفقري. عند اثاره العضله التواميه تتحرك احدى العظام كعب القدم، ثم اذكر كيف تتصل عن طريق وتر اخيل. ماشي يلا بينا. س دوت محلاق وجد دعامه، وصاد دي الدعامه اللي بيلف حوالين المحلاق، وعين دوت تصب به يدخل ويموت. ما اسم هذه الحركه؟ حركه الشد في المحيط. ما فائدتها؟ تجعل النبات ينمو نمو الساق راسيا لاعلى. كيف يلتفت الجزء س؟ يلتفت الجزء س حول الجزء ص اهو، بطء وسرعه، فاكرين سرعه نمو الجانب الغير ملامس للدعامه وبطء نمو الجانب الملامس للدعامه. ماذا يحدث للجزء عين اذا لم يجد ما يلتف حوله؟ يذبل ويموت. حركه الشد فيها الكرمات والابصال. ما اسم هذه الحركه؟ قلناها فائدتها النبات تجعل الكرمه والبصل على بعد مناسب من سطح التربه وتامين الاجزاء الهوائيه ضد الرياح. كيف تحدث هذه الحركه؟ الجذور الشاده تتقلص الجذور الشاده فتشد الكرمه والبصله لاسفل. طيب فيها الشكل المقابل. اذكر اسم العظام التي تتصل مع بعضها عند المفصل الواحد. المفصل الواحد هو مفصل الكتف، يتصل عنده راس عظمه العضد مع التجويف الارواح للوح الكتف. ماشي. اذكر اسم المفصل رقم 1 والمفصل رقم 2 ونوع الحركه. المفصل 1 الكتف زلالي واسع الحركه، و2 الكوع زلالي محدود الحركه. فيها موضع 3 تتصل العضلات والعظام عن طريق نسيج. اذكروا الوتر، يعني عضلات بعظام يبقى اوتار.